وبما أننا نتحدث عن الأزياء اليمنية سنحتفي معها بهذه الأزياء وبتنوعها. الزي العدني وهو الثوب الذي تلبسه النساء في منطقة عدن وما حولها، ويتميز بألوانه المختلفة وبلمسات ذهبية اللون. الزي الصنعاني وهو الزي الذي تلبسه النساء في صنعاء وضواحيها، ويتكون من فستان اسمه الزنة وعليه العصبة أو المصعر والتي توضع على الرأس، وهو مزين بالحلي الفضية ويسمى الرش. الزي التعزي يعود أصله الزي التعزي للدورة الحميرية. يتكون الزي من الثوب وهو المكون الرئيس في الزي، ويطلق عليه القميص بالإضافة إلى السروال والمصر والمقرمع. الزي اليافعي يعود لمنطقة يافع اليمنية القريبة من لحج، ويعد أحد أجمل الأزياء النسائية اليمنية، حيث يجمع بين البساطة في الزركشة والزينة والألوان الجميلة المبهجة. الزي الحضرمي ويتبع لمنطقة حضرموت، يتميز بأناقته الشديدة والحزام المذهب أو الفضي الذي يحيط الخصر، مانحا الثوب الكثير من الألق والجمال. تنضم إلينا من الرباط الإعلامية والكاتبة اليمنية لارا دراسي. لارا، يسعد صباحك، أهلا بك. نتعرف معك على الزي اليمني المتوارث للنساء اليمنيات. صباح الخير من بدري، أمانة كلها يا طير، وصحي كل متابعين العربية. أهلا بك يا لارا. صباح الخير. أهلا بك. نتعرف أولا على الزي التقليدي اللي لابستيه يا لارا. نعم، أبتدي الآن الزي الصنعاني، العروس الصنعانية. الستارة الملونة أشهر ما تقول عن صنعاء، الستارة هي روح صنعاء. كل لون في هذه الستارة قصة وجمال لنساء جميلات حملوا جمال اليمن الذي تحتفون به الآن في هذه الحلقة الجميلة بكم. يعني لارا، اليوم أمام هذا الزي الذي ترتدينه، الزي الصنعاني، إلى أي حد لو تحدثينا أكثر بأن الثقافة والتاريخ اليمني هو مرتبط بهوية وزي المرأة اليمنية؟ يعني عندما نتحدث عن المرأة اليمنية يا لارا نتحدث عن المثال الأول للنساء العربيات في منطقتنا. نعم، المرأة اليمنية هي ملكة، هي أروى، وهي بلقيس الذي وصفت في القرآن بأن لها ذو عرش عظيم، ولم توصف أي عرش في القرآن إلا لملكة، الملكة بلقيس، ملكة سبأ، ملكة اليمن. النساء في اليمن يحتفلن باللون، الألوان تعني الكثير لثقافتنا، لتاريخنا، لإرثنا. الحضارات السابقة سبأ وقتبان وحمير وحضرموت نجد الكثير من النقوش، الكثير من التماثيل عن النساء يتزين بالتيجان، يتزين بالعقيقة اليماني، يتزين بالملابس. كل منطقة في اليمن لها هويتها الخاصة جدا، لها تفردها وغوايتها الكاملة في سحر الجمال. بمعنى المناطق الجنوبية مثلا مناطق حارة نوعا ما، فهي مناطق تعتمد على الدرع العدني المشهور جدا، على الشيدر الذي كان يوجد وهو قريب نوعا ما إلى الملاية اللف المصرية والشيدر العراقي، لهم تشابه نوعا ما. المناطق الوسطى، المناطق الحضرمية، الثوب الشحري، الثوب السيئوني، بنات المكلا، هو عبارة عن قطعة من المخمل، يكون مزين من الأطراف، من تحت الثوب يكون مزين، يكون قصير لأنه الجو قليلا حار. هذا الثوب يكون قصير من الأمام، طويل من الخلف، يقال حتى يكون ستر للمرأة وهي تسير. أنت عارفة زمان كانوا يقطفوا الأثر لارا، فكان هذه القطعة. نعم حبيبتي. يعني لارا، فقط أولا اسمحي لي أبدي إعجابي بالزي اليمني. يعني فعلا من شماله لجنوبه لمنطقة الشرق الغرب، يعني في تنوع كبير وفي شغل واضح ومجهود على الزي. بس أنا ما